الأستاذ عصام سكر مدير مسجد بني أمية الكبير. اليوم اجينا لعنده لنوضح بعض النقاط المهمة، ألا وهي أنه اللي عم يتهمنا أنه نحن ما معنا تراخيص وما معنا تنظيم ولا معنا موافقات. اليوم اجينا لعنده ليوضح لنا النقط المهمة، لأنه هو على اطلاع كامل كان بالموافقات، وهي العزيمة كانت على باب مسجد الأموي من الخارج، يعني على السور تبع جامع الأموي وليس من الداخل، يعني ما كانت عنده هي العزيمة صراحة، ولكن هو كان على اطلاع كامل بكافة التراخيص والوراء. لأنه اليوم أنت بدمشق القديمة، أو خلينا نقول تحديدا في مسجد بني أمية، إذا بدك تعمل أي فعالية مش بدك موافقة، بدك 4-5 موافقات لحتى أنت تعمل هي الفعالية. فالقصة ما لهيك مثل ما بعض الناس اتهمتنا أو روت إنه والله الأمر عشوائي وبلا تنظيم وأبو عمر جاب حلاته وحطهم. اليوم بسمار صغير ما فيك تدقه بدمشق القديمة أنت أو عند مسجد بني أمية إذا ما معك الموافقات والرخص، فما بالك نحن عملنا سور 30 متر، اعطينا 55 حلة، قعدنا نطبخ. حتى مدير مكتب المحافظ أنا إجا لعندي بالليل وشيك على الموضوع للأمانة يعني، وقال لي الأمور تحت وصايتنا أبو عمر وتحت رعايتنا. وقلنا له الله يجزيك الخير نحن، فهو ما قصر. المسؤول الأمني اللي هون إجا لعنا وشيك معنا، ونحن قمنا كل بالأمور اللازمة، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وحبينا أن الأستاذ عصام سكر يوضح لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بأكد على كلامك أخي أبو عمر. طبعا الأخ أبو عمر قام بفعالية وجاب تراخيص من الجهات المعنية المختصة بهذا الموضوع، وبنى على هذا الكلام هذه الفعالية. طبعا أنا لما جيت صباحا حضرت إلى الجامع الأموي، طبعا وجدت عدد كبير من الطباخين وعدد كبير من المنظمين، لكن الأمور سارت في البداية على أحسن وجه، لكن قدر الله وما شاء فعل. لكن في النهاية ما كملت، ومثل ما قلنا نحن بالحج بيصير تدافع أحيانا، بيصير وفيات، في أمور بالحياة كتير بتصير خارجة عن إرادتنا. ولكن كلمة أخيرة حبيت أقولها أنا لكل واحد ظلمنا، لكل واحد أساء لنا بالكلام، الله يسامحه من قلب مسجد بني أمية. ولكن كان لازم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما لازم أي إنسان يتأول ويطلع يكمش الكاميرا ودغري يحكي. لازم أهل العلم، أهل الفضل، أهل الذكر، أهل الاختصاص، وأهل اللي نظموا هن اللي يحكوا يطلعوا كانوا. وسعادة المحافظ يعني ما قصر، طلع اتبنى الموضوع وقال أنا أحمل كافة المسؤولية، لأنه أكيد هو بيعرف أنه في عليها توقيع وختم المحافظة. كل الشكر له من هون، منوجه له تحياتي للجميع. بتمنى ما حدا يظلم حدا، ما حدا يتهم حدا، لأنه هي كتير كتير عظيمة عند رب العالمين وكتير كبيرة. قال له يا رسول الله هل نكب في النار على ما نقول؟ قال له ثكلتك أمك يا معاذ، هل تكب الناس على مناخرهم إلا حصاد ألسنتهم؟ فاليوم الكل عم يحكي اليوم احذر لسانك ليلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. الكل بيحكي أستاذ، الكل دغري دغري. طبعا أنت أردت الخير، نعم، ما أردت إلا الخير والفرح والابتهاج بهالنصر العظيم. أنت مشكور يعني بنيتك وعملك. وكتير شغلة مهمة لازم ننوه لها أستاذ، إنه نحن من يوم موائد الرحمن بالمسجد بتصير مسجد بني أمية. من يوم نحن يعني ما له شيء غريب عن ثقافتنا إنه بتصير الولائم بالجامع. حتى مسجد محي الدين ابن عربي أكبر حلة موجودة عندهم، هن في توزيع تمام للحي كله، بيعملوا الطبخة الهريسة للفقراء والمساكين. ومنوه شغله كمان أستاذ، إنه نحن كمان الأستاذ بيعرف إنه ما كانت القصة توزيع للفقراء والمساكين، كانت مأدبة طعام، وليمة كبيرة لكل الشعب السوري الغني والفقير. حبينا نجمعهم كلهم، نجمعهم على صفرة واحدة، لقمة واحدة، على البركة يعني مثل أيام زمان. ولكن قدر الله ما شاء فعل. كل الشكر لك، تحياتي، كل الشكر.